السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيلم جديد. عنوان فيلمنا اليوم هو امريكان سنايبر. كيبدا فيلمنا بهاد الدبابه وجنود من الجيش الامريكي في فتره الحرب مع العراق. بطل الفيلم هو القناص كريل كايل. كيبان لينا وهو شاد السلاح ديالو وجالس فوق من هاد السطح ومراقب طريق الجيش الامريكي وهما غاديين كيفتشوا في الضيوف. شاف هاد الراجل اللي بدا هاضر في التليفون وبين عليه مراقب تحركات الجيش الامريكي، وكريس عنده اوامر صارمه باش يقتل اي واحد شك في انه كيراقب تحركات الجيش. ولكن كريس ما كانش متاكد من النوايا ديال هذا الراجل حيت ما دار حتى حاجه مثيره للشبهات، داكشي علاش خلاه عايش وبقى مراقبه حتى نزل من السطح. من بعد كريس شاف مرا ومعاها ولد صغير خارجين من هذيك الدار وغادي لجهه الدبابه والجنود، وشاف باللي هاد المراه حاطه شي حاجه من تحت دراعها وبقى مراقبها حتى شافها عطات الحاجه اللي كانت مخبيه للولد الصغير، وعرف باللي هذيك الحاجه هي قنبله وباغيين يفجروا بها الدبابه، يعني انه يقدر يقتلهم. والجندي اللي معاه قال ليه باللي الا تضرب الولد الصغير وما كان معاه والو غادي تمشي للحبس. في هذه اللحظه رجع بينا الزمان لطفوله كريس ومعاه الاب ديالو كيعلمو الصيد بالبندقيه. ومن بعد ما قدر كريس انه يصيد اول غزاله كان الاب ديالو فرحان به بزاف وقال لي باللي راه موهوب. كريس هنا كان فرحان بزاف بهاد الغزاله اللي صيد ومشى بيجري لعندها وحط السلاح ديالو على الارض. ولكن هنا الاب ديالو بدا كيغوت عليه وقال لي باللي ممنوع عليه حط السلاح ديالو على الارض خصوصا اللي كانت فيه الذخيره. من بعد مشى كريس هو والاب والام ديالو للكنيسه ومعاهم حتى خوه الصغير جيف بما انهم عائله متدينه. من بعد غادي نشوفوا جيف كيسلخ فيه هذا الولد اللي كبر منه، وجا كريس وسلخ هذاك الولد مزيان. من بعد رجعوا للدار وكانوا جالسين يتغداو والاب ديالهم قال لهم باللي البشر في هذا العالم مقسوم لثلاثه الفئات: فئه الخرفان وفئه الذئاب وفئه الكلاب. وفئه الخرفان هما اللي ما متيقينش باللي كاين الشر في هذا العالم، وفئه الذئاب هما اللي كل افعالهم ذنوب وشر وكيأذيو الناس، وفئه الكلاب هي اللي كتكون مزيانه وفيها الخير وكتحمي العالم من الذئاب. هنا كريس تاثر بكلام الاب ديالو، ومن بعد سنين غادي نشوفوا كريس والاخ ديالو كيمارسوا الهوايه ديالهم واللي هي ركوب الاحصنه البريه. وواحد النهار رجع لدارو ولقى صديقته كتخونو، ضرب الراجل اللي معاه وجرى عليه من الدار، ومن بعد جرى حتى على الصديقه ديالو اللي خانته. هي بدات كتشكى منه حيت ديما مخليها وغادي مشارك في مسابقات ركوب الخيل البريه وعزيز عليه يعيش دور الكوبويز. وملي جلس هو وخوه يتفرجوا في الاخبار شاف هجوم الارهاب على امريكا. كريس هنا تقلق بزاف من هاد الاخبار وحس باللي خاصو يدير شي حاجه يساعد بها البلد ديالو ويدافع عليه. الغد ليه مشى للمقر البحريه وتلاقى مع هاد الضابط اللي قال ليه الا كنتي مهتم بالجيش البحري يمكن لي نسجلك في الفرقه ديالي. كريس قال ليه باللي ما كيعرفش يعوم مزيان. هنا الضابط قال ليه صافي اصلا قلال اللي قدروا على التدريبات البحريه وخدم منه اعلان الانضمام للبحريه. رجع كريس خدم منه الاعلان وقال ليه باللي انا ما قلتش باللي عندي مشكل وسهل نتعلم نعوم مزيان. وتسجل كريس في البرنامج وبدا يتدرب معاهم، والتدريب كانت صعيبه بزاف. ووسط من هاد التمارين واحد من الضباط بدا كيضحك عليه حيت هو كبير في العمر وثقيل في الحركه وصعيب عليه انه يولي جندي بحري. حتى وصلوا في التدريب لتدريب السلاح، وتما كريس بدا كيتفكر ايام الطفوله ديالو والصيد مع الاب ديالو. في هاد الوقيته كريس تعرف على واحد البنت سميتها تيا في البار واللي رفضات ترتبط به حيت هو جندي في البحريه، والاخت ديالها مزوجه بجندي في البحريه وكتعاني معاه بزاف. هنا كريس تحداها شكون يقدر فيهم يشرب اكثر، ولكن تيا بالزربه بدات كتقيا. كريس ملي شافها تمحنات بزاف مشى لعندها وساعدها، والغد ليه صونا ليها باش تخرج معاه. ومن بعد طورات علاقتهم. واحد النهار وهما خارجين تيا سولاتو واش عمرك فكرتي ما تضربش اللي قدامك حيت ما يستاهلش يموت. كريس قال لها باللي هذيك الساعه كيكون يفكر غير في حمايه البلد ديالو. ووصل نهار عرسهم وكانوا حاضرين ليه صحابه، وتما جاهم الخبر باللي غادي يمشيو يخدموا في العراق. كملوا العرس ومن بعد غادي نرجعوا للمشهد اللي شفنا في الاول. شاد سلاح وكيشوف في المراه وهي كتعطي الولد القنبله، وملي خد الولد القنبله وبدا كيجري كريس تما ضربوا الراس ديالو وقتلو. في هذيك اللحظه المراه حتى هي مشات بالجري وخذات القنبله من حدا الولد، وكان كريس مراقبها وضربها، ولكن هي قدرت تشير بالقنبله جهه الدبابه. والحسن حظهم انها ما وصلتهمش وحتى واحد فيهم ما وقعت ليه شي حاجه للاسف. وملي كريس رجع للقاعده صاحبه بارك ليه وهنئوا على اول عمليه قتل ليه. كريس ما كانش نادم على اللي دار، ولكن ما كانش عارف ان هادشي اللي خاصو يدير باش يحمي البلد ديالو. والغد ليه كريس كيف ما العاده غادي يكون موفر الحمايه للجيش اللي معاه وكيقتل اي واحد حاول يأذيهم من الاعداء، وهما في عمليه بحث على القائد ديال قوات الاعداء اللي سميتو ابو مصعب الزرقاوي. وعندهم تعليمات ان كل راجل كبير في العمر كيشكل خطر وخاصو يموت في اقرب وقت. كريس كان متبع الجيش وكيوفر لهم الحمايه وكيقتل اي واحد من الاعداء هاد سلاح او قنبله، وكان فاني بزاف في العمل ديالو لدرجه انه في وقت العمل ما كيتحركش حتى باش يمشي للطواليت، كيقضي حاجته في بلاصتو. من بعد واحد العمليه وهما راجعين كريس قال لصحابه باللي يقدر يقتل 6 القناصين من قوات الاعداء. هنا القوات كلها بدات كتحترمه
تحترموا كثر وسموا عليه الاسطوره. ولكن في نفس الوقت واحد من قوات مكافحه الاحتلال الامريكي من الاخوان العراقيين سميتو الكايتو حط مكافاه لاي واحد قدر يقتل كريس عرف ان الكايتو واحد من امهر القناصين وعنده ميداليات ذهبيه في مسابقات القنص، وسميته الحقيقيه هي المصطفى، ومعروف عليه انه عمره زقل في حياته شهادات. وفي وقت الخدمه كريس كان هادر مع مراته اللي كانت حامله وكانت مصره انه يقول لها شنو كيدير بالضبط، ولكن كريس ضحك وكذب عليها باللي كيدير في شويه شلاضه. هي قالت ليه باللي يلاه ركبت سرير للطفل بوحدها، وقالت ليه باللي توحشاته وباللي حتى خوه جيف دخل الجيش وحتى هو صيفطوه للعراق. كريس الغد اللي غادي يتشكى انه ديما في السطح وباغي ينضم لصحابه والقوات اللي كيفتشوا في الديور، حيت كان متاكد باللي التدريبات اللي خدا مأهلاه باش ينزل لساحه المعركه ويتصرف احسن من فريق الموشاة ويقدر يوفر لهم الحمايه احسن وهو معاهم. تم خدا قرار باش ينزل يولي مع فريق الموشاة واللي كانوا فرحانين به بزاف حيت هو فخر الجيش وفي نظرهم اسطوره. واحد المره وهما كيفتشوا في الديور غادي يلقاو واحد العائله اللي رافضه تماما تخوي دارها، والراجل اللي تما كيقول لهم باللي هذه داري وما غاديش يخرج منها. تما كريس جلس معاه وسولوا على مكان الزرقاوي. الراجل قال لهم باللي الزرقاوي ماشي هو الزعيم وباللي كاين واحد سميتو الجزار هو الزعيم، وعطاهم معلومات عليه مقابل 100,000 دولار يعني 100 مليون مغربيه. كريس وعدو باللي غادي يساعده ويوفر ليه المبلغ اللي طلب. ثم الراجل للاسف عطاهم المعلومات كامله وعطاهم حتى الاسم الحقيقي للجزار. كريس رجع للقاعده وقال لهم على المعلومات اللي خدها من عند الراجل، وعرف باللي هذه المعلومات مهمه بزاف وقدرات تعاونهم. ثم جهزوا الفلوس اللي وعدوا بها الراجل ومشاو يعطوها ليه. وفي طريقهم لعندو كريس كان اتصل بمراته اللي قالت ليه باللي يلا خرجت من عند الدكتوره وعرف باللي راها حامله بولد. كريس فرح بزاف، ولكن في هذه الوقيته غادي يتعرضوا لواحد الهجوم والسائق ديالهم غادي يموت. كريس هنا طاح ليه التليفون ومراته مازال على الخط وسمعت صوت طلقات ناريه وتخلعات بزاف وما فهماتش شنو واقع. في هذه الوقيته قناصنا الماهر مصطفى وهو اللي كان هاجم عليهم. تم خداو صحابهم اللي مضروبين ومشاو تخباو، وكريس حاول يقتل مصطفى ولكن ما قدرش حد الذاخره قادات ليه. الجزار عرف باللي هذا الراجل عطاهم معلومات عليه وقتل ولده الصغير قدامه بالشنيول وخلى الاتباع ديالو يقتلوه، وحذر كاع الناس من انهم يتعاونوا مع الجيش الامريكي. ومن بعد الجزار ومصطفى خداو الاتباع ديالهم وركبوا في طوموبيلتهم ومشاو في حالهم، وكريس واصحابه ما قدروش يشدوهم. ومن بعد الجيش رجع للاراضي الامريكيه. هي غادا تكون كتسنى في كريس. ملي رجع للدار كريس كان كيحاول يتاقلم ما امكن مع الجو. الغد ليه مشاو عند الدكتوره يراقبوا حاله الجنين. الدكتوره سولته على احواله قال لها باللي راهو بخير، عبرات ليه الطونسيون لقاتو طالع بزاف. تما هي والدكتوره تخلعوا عليه. هنا كريس قال لهم باللي هو ما حاس بوالو ولكن يرد البال لراسو كثر. وفي طريقهم وهما راكبين الطوموبيل هي كانت كتحاول ما امكن تجر ليه لسانه وتعرف شنو اللي شاغل ليه باله، ولكن كريس بقى كيقول لها باللي ما كاين والو وباللي راهو بخير. وفي هذه الوقيته هي جاها وجع الولاده ومشاو لاقرب مستشفى وولدات. من بعد كريس رجع للخدمه ديالو ومشى في الجوله الثانيه ليه. وملي وصل هو والقوات ديالو للعراق شاف خوه الصغير وهو مع الفرقه ديالو. كريس عنقو فرح بزاف ولكن خوه كان مخلوع وما مرتاحش، وسول كريس كيفاش يقدر يتحمل هذا الوضع وباللي اجواء الحرب صعيبه بزاف على ما كنت كنتخيل. كريس كان هو القائد ديال الفريق وحط خطط باش يقدروا يشدوا الجزار، ومن بين هذا الفريق اللي معاه كانوا بزاف ديال الجنود اللي سبق خدم معاهم كريس، يعني الفريق منظم مزيان ومفاهمين. وهنا جا عنده هذا الجندي اللي سميتو مارك وهضر مع كريس وقال ليه باللي الحرب واعره بزاف اكثر من ما كان كيتخيل حتى هو. هنا كريس قال ليه باللي ضروري يصبروا شويه باش يقدروا يعاونوا بلادهم ويحميوها من الارهاب. في وقت المهمه جاتهم معلومات على بلاصه الجزار فين مخبي. مشاو للمبنى قريب من هذيك البلاصه ودخلوا لواحد الدار تما ولقاو فيها هاد العائله، وسولوا الراجل على الجزار قال لهم باللي ما عارف والو وباللي ما كاين حتى طلقات ناريه كتطلق في هذه البلاصه. الفرقه بدات كتراقب المكان من المبنى اللي دخلوا ليه وعرفوا باللي المهمه صعيبه بزاف. في هذا الوقت جا عندهم الراجل وعرض عليهم كلهم ومشاو لعنده وجلسوا معاه كاملين ياكلوا كانوا مقشبين. الراجل في هذه اللحظه طيح شي حاجه ونزل باش يهزها. هنا كريس شاف المرفق ديالو مجروح تما شك فيه وشك باللي راه مخبي عليهم شي حاجه. كريس ناض وقال لهم باللي غيدخل الطواليت، ولكن هو في الحقيقه مشى دخل يقلب في الدار حتى لقى واحد الحفره ولقى فيها بزاف ديال الاسلحه. رجع لعندهم وخنق الراجل وداه وراه الاسلحه اللي لقى وتما بزز عليه يمد لهم يد العون ويساعدهم باش يدخلوا للمبنى اللي باغيين يمشيو ليه. الراجل تحت من تهديد السلاح مشى دق في هذاك المبنى، ومني تحل الباب باين باللي الناس اللي كاينين تما كيعرفوه مزيان. القناص الامريكي قدر انه يضرب الراجل اللي تماك، والراجل اللي مشى دق حاول انه يهز السلاح ويقتل الفرقه ولكن حتى هو قتلوه قبل ما يقدر يدير اي حاجه. والفرقه قدرت انها تدخل المبنى وبداو كيقلبوا على الجزار ولكن لقاوه هرب من الانفاق. من بعد في المهمه التاليه غادي يكون كريس هادر مع صاحبه بيجلز اللي كاين معاه في الفرقه واللي قال
وقال لهم باللي راه شرا خاتم خطوبه رخيص بزاف باش يقدر يوفر الفلوس. هنا صحابو بداو شادين فيه حيت هو سقرام. وملي وصلوا للمكان العمليه مصطفى قدر انه يضرب بيجلز لعينه، تما خداو بيجلز وداو للقاعده بسرعه باش يقدروا ينقذوه من الموت. وصلوا داروا ليه العمليه وقدروا انهم ينقذوه من الموت. من بعد الفرقه رجعت للمكان باش ينتقموا من اي واحد كاين تما، ولكن فرقه الدفاع العراقيه قدرت انها تقتل ماركو. من بعد ما سالت هذه العمليه كريس خدا اجازه ورجع لامريكا وكيحاول ما امكن انه يتاقلم مع الجو. وملي كيسمع شي صوت عالي كيبقى ساهي وكيتفكر في الحرب. وملي كان واقف في هذا المحل غادي يجي عنده هذا الجندي وقال ليه باللي راه العام اللي فات نقد ليه حياته في واحد العمليه، وعرض عليه وقال للولد كريس يكون فخور بالاب ديالو حيت الاب ديالو بطل بمعنى الكلمه في نظرهم. كريس غادي يكون ممتن ليه ولكن ما مولفش على هذا المدح كامل، خدا ولده ومشى في حاله. من بعد واحد الفتره تيا ولدات بنت، وملي مشى كريس للحضانه باش يشوف بنته ولقاها كتبكي والمربيه هازه بنت اخرى وما مسوقاش لبنت كريس. تما كريس تقلق بزاف وبدا كيغوت بالجهد باش المربيه ترد البال لبنته. ومن بعد تيا قالت لي باللي هاكا انت كتفوت طفوله ولادك بسبب هذه الخدمه وديما مسافر ومخليني بوحدي معاهم. كريس قال لها باللي بهذه الخدمه كيحمي عائلته وبلاده وولاده، ولكن تيا بغاه يكون معاهم في الدار. وقبل ما يرجع للعراق كريس كان مازال ما عارفش كيفاش يتواصل مع مراته وولاده. واحد النهار مشى زار بيجلز في المستشفى واللي كان ولا شويه بخير، وبيجلز قال ليه باللي صافي خطب ولكن شرا خاتم خطوبه احسن من اللي كان شاري. وبالرغم من انه حذر خطيبته من ان حياتها تكون صعيبه شويه بسبب خدمته وافقت تزوج به. هنا كريس قال ليه باللي الخدمه ديالهم عاديه جدا وهي عندها الزهره تزوج واحد في حالك كيدافع على بلاده. كريس غادي يكون ما بقاش متعود على الحياه الطبيعيه وكيفكر غير في الحرب وباغي يرجع يخدم في اقرب وقت. وهنا تيا غادا تخاصم معاه وتقول لي انت اش باغي اكثر، راك درتي اللي عليك وكثر ولا رجعتي تاني تما انا غادا ناخذ ولاد ونطلقك. تما عنقها وحاول يتصالح معاها قبل ما يرجع. وملي رجع للعراق عرف باللي بيجلز مات في اخر عمليه داروا ليه. وفي القاعده غادي يكونوا حاضرين على السور اللي باغيين يدوروا على المدينه، ولكن الشعب العراقي كان مانعهم حيت كيقتلوا العمال والجنود من مسافه بعيده بزاف وما عرفوش يوصلوا ليهم. هنا كريس عرف وتاكد باللي المصطفى هو اللي كيقتلهم بما ان المسافه بعيده لهاد الدرجه. الفرقه تجهزات وشدات طريقها لمكان العمليه ومشاو للمكان اللي يمكن يكون فيه المصطفى، ولكن مصطفى صدمهم من اللي ضرب واحد فيهم من مكان مختلف. هنا الفرقه مشات للجهه اللي جات منها طلقه المصطفى. كريس قال لهم باللي شاف بلاصه مصطفى من منظار السلاح ديالو، ولكن باقي الفريق ما قدروش يشوفوه من بعد المسافه وما كانوش متيقين كريس، وبان لهم ما يقدرش يضربوا من هذه المسافه. وغرفه المراقبه قالت لهم باللي في نفس المكان كاينين جنود عراقيين، وفي حاله كريس طلق النار على مصطفى غادي يهاجموا عليهم وهما العدد ديالهم كثر بزاف من الفرقه اللي مع كريس. ومن بعد غرفه المراقبه صيفطت لهم فرقه الدعم ووصاو كريس ما يطلقش النار حتى يوصلوا لعندهم الدعم باش ما يحطش راسو والجنود اللي معاه في موقف خطير. ولكن واحد من الفرقه ديال كريس بقى كيشجعوا باش يطلق النار ويقتل مصطفى ما حدو باين ليه باش يتهناو منه. تما كريس طلق النار وللاسف جات في مصطفى وقدر انه يقتله. هنا الاخوه العراقيين سمعوا صوت الرصاصه وطلعوا بالزربه لبلاصه الفرقه، ولكن كريس والفريق ديالو قدروا يقاوموهم. فرقه الدعم مازال في الطريق. هنا كانت الفرقه ديال كريس محاصره من جميع الجوانب. تما كريس اتصل بتيا وقال لها باللي دابا مستعد يرجع لعندهم ويبقى معاهم في الدار ديما. والفرقه اللي مع كريس نزلت من السطح ملي وصلت لعندهم فرقه الدعم، ولكن كانت واحد العاصفه رمليه لدرجه انه ما بقى كيبان ليهم والو، والفرقه ما قدرش توصل سياره الاخلاء بسهوله. وقبل ما يركب كريس طاح، ولكن تسناو حتى ركب ورجعوا به للقاعده. ومن بعد كريس رجع لدارو وغادي يكون مازال ما عرف يتواصل بشكل طبيعي مع عائلته. وفي هذا النهار كانوا معروضين لواحد الحفله. تيا غادي يبان ليها كريس مغيب وساهي حيت جالس يتفرج في التلفازه وهي طافيه. وفي الحفل تيا بقات كتحاول تضحكو. وفي هذه اللحظه الكلب كان كيلعب مع الولاد وكريس ناض شد الكلب وبغى يضربو. كلشي تصدم، ولكن في هذه اللحظه كريس فاق ورجع للوعي ديالو. ومن بعد كريس مشى لعند طبيب نفسي باش يعاونو يتاقلم مع الحياه الطبيعيه. ومن بعد مده ديال العلاج كريس قدر انه يتعود على الحياه الطبيعيه ودا ولدو علمو الصيد كتقليد عائلي. هنا تيا ولات فرحانه بزاف به. وفي هذا النهار غادي يجي لعند كريس هذا الراجل اللي حتى هو من البحريه اللي طلب منه يعاونو حتى هو يتجاوز هذه المرحله ديال الحزن. تيا ما ارتاحتش ليه وسدات الباب وبقات كتشوف غير من الشرجم. وفي هذاك النهار غادي نعرفوا باللي كريس تقتل على يد هذاك الراجل. هنا سالا فيلمنا، وما تنساوش تجيمو ابوني وشي كومونتير زوين وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيلم الجاي.